عارف الزحمة دي؟ عارف الهتاف والصوت العالي؟ أيوة، الاحتفالات دي في الجزائر، بس مش علشان كسبوا بطولة ولا علشان عندهم مناسبة وطنية. الناس دي نزلت تحتفل علشان منتخب تاني خالص، السنغال، كسبت المغرب في نهائي أفريقيا. وساعتها السؤال اللي يفرض نفسه: إزاي فرحة ما كنتش طرف فيها تبقى أكبر من فرحتك بنفسك؟ ومن هنا تبدأ القصة. خدت بالك إن أي ماتش كورة بين المغرب والجزائر مش بيبقى ماتش عادي؟ تحس إن الكورة تقيلة، الهوا متكهرب، واللعيبة داخلة تلعب مش 90 دقيقة، داخلين يلعبوا تاريخ كامل. طب السؤال المهم، هو ليه كل التوتر ده؟ وليه كل وقعة كروية بينهم بتقلب خناقة كبيرة؟ النهاردة مش هنشجع ومش هنحاكم، النهاردة هنفصص إزاي السياسة دخلت الكورة وإزاي الكورة دفعت الثمن. بس قبل ما نكمل، أتمنى تدعمني بلايك وتعليق وتشترك في القناة عشان تشوف الفيديوهات الجاية. ويلا نكمل حكايتنا. أول شرارة، ماتش مش زي أي ماتش، المغرب والجزائر. من قبل ما الكورة تتحط في نص الملعب الأزمة كانت بدأت. الجزائر رفضت إن طيارة المنتخب المغربي تعدي في أجواءها، مش بسبب الكورة لكن بسبب الخلاف السياسي. المغرب لف مسار أطول والإعلام اشتغل والجمهور سخن والماتش اتشحن. يوم اللقاء مشاحنات، تدخلات عنيفة، أعصاب مشدودة. الماتش يخلص 2-2 ويروح لركلات الترجيح والجزائر تكسب. بس هنا المشكلة، الماتش خلص إنما الخلاف لأ، لسه بيبدأ. من اللحظة دي أي مواجهة، أي تصريح، أي لقطة بقت رد اعتبار. ونيجي بقى الأشهر وقعة كروية سياسية، قميص نهضة بركان، كأس الكونفدرالية. نهضة بركان المغربي قدام أندية جزائرية، الفريق ينزل بقميص عليه خريطة المغرب والصحراء جزء منها. الجزائر تشوف ده مش قميص، تشوفه رسالة سياسية تمنع الفريق، الماتش يتلغي والقصة تطلع من الملعب وتدخل الكاف وبعدين محكمة التحكيم الرياضية. من هنا الكورة رسميا اتحبست في السياسة، ومن ساعتها أي حد يلبس قميص، أي شعار، أي صورة بتتحسب 1000 حساب. أما عن الفاعل الخفي هو الإعلام الرياضي، عناوين مستفزة، مقارنات ملهاش لازمة، تحليل بيشحن مش بيشرح، حكيمي ولا محرز، الرجراكي ولا بالماضي، مونديال المغرب ولا غياب الجزائر. الإعلام بدل ما يقول دي كورة قال دي معركة، والجمهور صدق. السوشيال ميديا بقى حدث ولا حرج، معركة ما بتخلصش. فيسبوك، تويتر، تيك توك، سخرية، شماتة، هجوم شخصي، لعيب يتصاب، شماتة، منتخب يخسر، تنمر، والتاريخ يعيد نفسه في كل بطولة، في كل قرعة، في كل خبر. طب تفتكر بقى ليه أي ماتش بينهم دايما مولع؟ لسبب بسيط جدا، مفيش ماتشات ودية، مفيش احتكاك طبيعي، مفيش مباريات من غير ضغط. أول مواجهة بطولة رسمية، ضغط جماهيري، إعلام مستني شرارة. الكورة دخلت الملعب بس السياسة قاعدة في المدرج. أما بقى عن السبب الرئيسي في الكراهية بين الشعبين فهو سبب سياسي بحت. واش راك تحكي؟ هذا ماشي خطأ، الحكم صح في الصافرة. أخويا غير تهدر، الكرة واضحة، ظلمتونا بزاف، ما تهضرش معايا هكذا، رانا في دارنا هنا، دارك. الخلاف بين المغرب والجزائر مش نزاع بسيط، ده تاريخ طويل من الأسباب السياسية والاقتصادية، ومش سبب واحد بس. أول سبب وأهم سبب قضية الصحراء الغربية. المغرب بيعتبرها جزء من أرضه، والجزائر بتدعم جبهة البوليساريو اللي بتطالب باستقلالها، وده سبب رئيسي للتوتر وقطع العلاقات أكتر من مرة. تاني سبب الخلافات الحدودية التاريخية. بعد استقلال الجزائر في 1962 حصلت مشاكل في ترسيم الحدود، ودخلوا في حرب قصيرة سنة 1963 اسمها حرب الرمال، والأثر السياسي لسه موجود لحد النهاردة. ثالث سبب صراع النفوذ في المنطقة، كل دولة شايفة نفسها القوة الأكبر في شمال أفريقيا وبتتنافس في السياسة والدبلوماسية داخل أفريقيا والمنظمات الدولية. رابع سبب اختلاف التحالفات السياسية، المغرب أقرب للغرب، أمريكا وأوروبا، والجزائر تاريخياً أقرب لروسيا ومحور عدم الانحياز، وده بيخلق اختلاف في الرؤى. وأخيراً قطع العلاقات وإغلاق الحدود. الحدود البرية مقفولة من 1994 والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة رسمياً من 2021. يعني الخلاف ده مش كروي خالص. والسؤال دلوقتي، ليه مصر دخلت على الخط مع الجماهير الجزائرية؟ وليه بقت معادية للمغرب؟ أو بالتحديد للمنتخب المغربي؟ الإجابة بسيطة جداً، عشان اللي حصل مع منتخب مصر. الجماهير بدأت تشجع أي فريق يلعب ضد مصر، من بنين لكوت ديفوار، وبعدها وصلوا لمرحلة غير مسبوقة، حضورهم الضخم وفرحتهم الكبيرة بخسارة منتخب مصر قدام نيجيريا. ومش بس كده،
الإعلامي كان شغال هجوم مستمر على منتخب مصر ويقلل من بطولاته ويقلل من قيمة مدربنا حسام حسن. فطبيعي لما تكون متعرض لهجوم مستمر وتشوف ناس بتفرح بخسارتك هتلاقي الناس بترد، والموضوع بيتحول لكراهية مش كورة. معلش 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 معلش